لو جربت لحس الاسفلت هتفهم كلامي ده كويس. طبعا دايما كنت اقول اوبر تغور بس اوبر عملت حاجات جديده. انتوا متفقين على شحن معين؟ لا يا بابا انت الاوردر بتاعك شوف كام. خلاص انا بسالك بس. ده رزقك انا مالي. ماشي. عايز حاجه؟ لا تسلم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اخواتي حبايب قلبي عاملين ايه؟ بتكم دايما خير ورزق يا رب. النهارده ان شاء الله ننزل بقى نشتغل الساعه بساعتها ونقول في كل ساعه احنا عاملين ربح قد ايه. وانتوا عارفين احنا بننزل والارزاق على الله، ولكن دايما بقول ان وقت عن وقت بيختلف. انتوا عارفين ان احنا في اخر الشهر، واخر الشهر دوت اصلا بيبقى التسعيره فيها ميته، لان طبعا بيختلف الشغل في اول الشهر او في اخر الشهر. طيب الوقت الميت دوت المفروض نشتغل فيه ازاي؟ احسن حاجه اكيد هو وقت الذروه طبعا اللي هننزل فيه دلوقتي، وهنشوف احنا هنعمل فيه ايه. فما تنساش يا صديقي تدعمني وتعمل لي لايك، وتكتب لي كومنت تدعي لي فيه دعوه حلوه من قلبك لو انت ما عندكش اي استفسار. وتنساش لو انت مش مشترك تشترك. اتمنى لكم مشاهده ممتعه ويلا بينا. توكلنا على الله. توكلنا على الله. لسه واخدين رحله دلوقتي. الرحله دي 10 كيلو هاخدها من المنشيه من عندنا هنا من شبرا، رايحه شارع سنان في الزيتون. المفروض الرحله دي كانت عامله مش عارف حاجه و60 جنيه، بس انا خدتها ب 100 جنيه. طبعا قلت له اول مره رفض، سبته كده شويه لاني لسه هروح له المنشيه يعني مشواره رخم يعني. وقدمت له بعد كده 100 تاني، قعد حوالي 7 دقايق بعد كده راح وافق. كان مشواره 68 جنيه. فالله المستعان، هنشوف النهارده نعمل ايه. عامل ايه يا غالي؟ هنخشها من المنشية ولا نخشها من ايه؟ هنخشها من المنشية ولا نخشها منين؟ اي حته انت عاوزها. عايز اروح عند الدراج، هي هناك. ماشي، هناخدها الدائري وننزل الشارع الجديد. هيبقى اسلك لما نمشي من شارع الوحدة والكلام ده. ماشي. هنا كده يا غالي؟ ايوه على ماشي يا غالي. كده خدنا 100 في 10 كيلو، يعني الكيلو ب10 جنيه. دي كانت أول رحلتنا. رايح عند جامع ولهنا شبرا الخيمة. 7 كيلو، كيلو 60 جنيه. طيب 7 كيلو 60 جنيه جامد. طبعا هرجع شبرا الخيمة برضو، فحلو هاخد رحلة كويسة، وفي نفس الوقت عند جامع ولهنا في العمومي يعني مشوارها يبقى سهل يعني بإذن الله. كان في بونص في اوبر كان حلو قوي، كان عامل حوالي 1250 1300 في 60 رحله. كنت عايز اعمله، بس انا عشان عارف ان العملاء بتاع اوبر بيدققوا في موضوع اليافط، وانا لسه ما غيرتش اليافطه في اوبر، فخفت الاقي في نص البونص ويطلبوا بقى التحقق والكلام ده ويضيعوا عليا الدنيا دي كلها، فما عملتهاش بصراحه. طبعا دايما كنت اقول اوبر تغور بس اوبر عملت حاجات جديده يعني، واديتك وضعك ككابتن بصراحه. ايه هي بقى الحاجتين اللي عملتها لك جداد؟ اول حاجه، ايه هي بقى المميزات اوبر اللي عملتها؟ اول حاجه عملت الانتظار، دقيقه الانتظار ب4 جنيه. دي طبعا حاجه جامده جدا يعني، تخلي العميل بقى يتاخر براحته. وعملت الالغاء ب25 جنيه، يعني يجي لك صافي 21 جنيه ونص. ما فضلش بس غير انها تثبت موضوع اللوكيشن وتخلي الكابتن يعرف هو رايح فين وجاي منين. لو عملت الموضوع ده
هيبقى من افضل الابلكيشنات بدون منافس، لان حتى السعر القليله هي بتعوضها لك في البونص، بل بالعكس بزياده كمان. هو هنا اهو كنتاك اهو، ساعة لور كده. هنا كده. الحمد لله على السلامة. 60 60. حبيبي يا مدير تسلم. الجنب ده اقف هنا في الظل براحتي، حتى المكنة تستريح وانا استريح، نشوف رحلة تكون كويسة. يلا يا اندرو، يلا يا اندرو. ده قدام مني هنا، هاخده 6 كيلو بالظبط، عامل 50 جنيه. هنشوف بقى الساعة التانية. احنا كده أول ساعة عملنا فيها 160 جنيه، هنشوف الساعة التانية هنحقق فيها قد ايه، ونبقى نجمع الوقت ونشوف التوتال عمل معانا كام. انا كده في مكان لوكيشن فينا كده. انت على القهوة، يبقى انت كده على الجنب الشمال، انا على الجنب التاني. محل ورد، ظهور اللوتس، ساعة تركت. هنخش من شوكولاتة اسهل. هنخش من شوكولاتة اسهل. الحمد لله على السلامة. لا لا ولا يهمك. ماشي، شكرا لله. كده خدنا 50 جنيه. ماشي، لسه الساعة 1:10. عطلت شوية في الرحلة دي بسبب الكمين. والله حلو. 2 كيلو 30 جنيه. اللي هو في الشارع اللي قدامي اصلا، بس انا النت هنا بعافية ولا ايه؟ النت هنا بعافية فعلا. نسيت خردة عيش. تمام. هو ده. السلام عليكم يا غالي. عليكم. بص يا ابني، انت رايح هنا جنب ابو مازن بعد اسم الساحل. اسم المكنه ثواني عشان تسمع بس.
واخد بالك. في مشوار تاني عند فين؟ في شارع الوحدة. في الوحده. شبرا خيمة. لا الوحده هنا في اللي هي بعد كوبري الساحل. ماشي. انت فهمت قصدي؟ ايوه. ربنا ده رزق بقى، ربنا بعته لك. ده اوردر يعني ولا حد جه معاه؟ براحتك. هو عبارة عن ايه طبعا دي عشان. حاجات هايفه في ايديك. قطع غيار يعني. ده بربري ماشي. اهو يتعلق شنطين في بعض. بربري ده بتاع زيت. اخليك تكلمه الاول، كلمه واديله خد رقمه اهو. طبعا في الشنطه اللي معاك. دي خفيفه قوي. ماشي. براحتك. ده هقول له على شحن ولا انتوا متفقين على شحن؟ حاسبه برضه. انتوا متفقين على شحن معين؟ لا يا بابا انت الاوردر بتاعك شوف كام. خلاص ما انا بسألك بس. ده رزقك انا مالي. ماشي. عايز السلام حاجة؟ عليكم. لا تسلم. سلام. السلام عليكم. الراجل بقول له انتوا متفقين على شحن، بيقول لي لا يا بابا انت خد الشحن اللي انت عايزه، ده رزقك، شوف انت هتطلب كام. فقشطة، ناخد من ده 50 ومن ده 50 او من ده 40 وده 50، والله المستعان. واحد عندي بعد موازن على طول، والتاني عند كوبري الساحل شارع الوحدة. اول ما هنزل من نزلة كوبري الساحل هاخد شارع يمين، مشوار صغير جدا برضه يعني حلو. الراجل عمال يقول لي رزقك، وهو سبحان الله بصراحة رزق حلو يعني. فاضل على النص، فاضل على الساعة التانية، هي 19 دقيقة يعني لسه فاضل 11 دقيقة يكون انا وصلت الاوردرين على فكرة. متخيل ان الساعة التانية هكون عامل فيها، انا عملت فيها 50 جنيه. فهنشوف بقى مجموع الساعة هيكون عامل كام. بالك ان الساعة دي المفروض كانت تبقى اقل بكتير لولا الاوردرين دولت. وطبعا عشان تبقوا عارفين برضو ان دي ارزاق بتاعت ربنا اهو، انا مش في دماغي ان انا اخد اوردر ولا اوردرين يقولي مع بعض ولا اي حاجة، وربنا اللي بيكرم. ولكن دايما معانا بالذات اول ساعة بتكون هي اعلى ساعة، لاني ما بطلعش الا لما بكون واخد رحلة حلوة، رحلة الدبل تريبل الكلام ده. احنا نخش من هنا الزحمة ديت هتصل. بس بقى الحاجات دي انا حافظها كده ايه من غير اللوكيشن، يعني انا اصلا قافل التليفون. شارع شبرا ده يا جماعة منطقة التانية والله. فين بقى الراجل ده؟ هو ده ولا مين؟ مش عارف. هو الحاج بربري فين؟ عاشور بربري. ايوه ايوه انا اهو. السلام عليكم. 40 يا باشا. اه ماشي. اليوم ده كده خدنا اول 40 جنيه. لازم نحط بنزين بتوع البنزينة. انت عايزه يا باشا. ساتر يا رب. وما حدش هيعرف يضربك هنا، انت في بنزينة يعني، لو اداك طلقة هتلاقي كله ولع معاك. مش هتموت لوحدك. نروح كده بقى نودي الاوردر التاني، ننزل على امبابة ناخد منه 50 جنيه. بقى احنا عملنا 90 وقبليها كنا عاملين 50، يعني هيبقى عملنا في الساعة التانية 140 جنيه. لا ما هو نفسكوا بقى الزحمة دي. بنخش من هنا على طول في شمال. يبقى احنا بص كده طلعنا من داخل الشارع وزحمته ومواقفه، بس محترم.
عايز اعدل اما اعدل. وقال لي اول ما تنزل من على الكوبري خش الشارع الجاي يمين تالت عمارة على الشمال. ادي كده عمارة، ادي كده تانية تالتة اللي هي فيها مغسلة غرام. ماشي نقف هنا. اتفضل يا غالي. كم؟ 50 كده يا باشا. 50 جنيه؟ اه. الراجل متفاجئ ان انا بقول له 50 جنيه. فاستلم مني شنطتين فيهم فراخ. اتفضل. تسلم يا غالي. ماشي الله يعزك. يعني بدل 40 نخليه 50 يعني ان كان امكن. عايزين نقف في حته ظل غير دي. هو واقف اهو الحمد لله. ده 5 كيلو يعني الكيلو عم معايا 10 جنيه. ما خدتش بالي بقى هو رايح فين بالظبط، بس هو عامة يعني 5 كيلو من هنا على طول كده يبقى رايح المهندسين او الدول. غالبا هيكون المهندسين. المفروض ان انا الف لفه كبيره عشان هنا السلم. انا عايز اكلمه يمكن يكون هنا بدل ما الف. عرفت ان انا عند عصير العسكري. طب ماشي انا هتلاقيني لابس خوذه ملونه كده، تيشيرت ازرق وخوذه ملونه. نقف هنا بقى في الظل. بص هو قال لي طب خليك بدل ما تلف اللفه دي كلها، فعلا لفه كبيره قوي وهو هيمشي حته صغيره جدا. ايوه هي بس رقم متغير الحمد لله. انا بقعد ادي للعميل كل المواصفات بتاعتي عشان اللوحه الجديده لسه ما اتسجلتش، عشان ما يقعدش يبص على المكنه يشوفني يعرفني على طول. صلاة على النبي. هنا كده. الحمد لله على السلامة. ماشي يا باشا. احنا كده في اقل من نص ساعة كنا عملنا 50 جنيه. طب يا جدعان انا الكاميرا فاصله مني بقالها كتير ما شغلتهاش. لما كنت بريح المفروض ان انا خدت الاوردر ده من المهندسين عمل 100 جنيه لحد ايوب هنا، كان عامل معايا 20 كيلو. فالمفروض ان انا وصلت يعني هسلم الاوردر اقول لكم على التفاصيل اللي حصلت معايا. الصيدليه اهي هي عند معمل اسنان تقريبا. اتفضلي ده الاوردر. ماشي شكرا للعفو. والله يعني انا زعلان ان الكاميرا ما اشتغلتش لاني حصل معايا موقف. يلا الحمد لله كان لازم يظهر في الطريق. يعني حد كنت انا طالع الكوبري وهو جاي من اقصى اليمين لاقصى الشمال وانا ماشي في طريقي داخل على الكوبري ان انا واخده اللي هو اليوتيرن بتاع اللي على الدائري ده. الكوبري ده اصلا بيحصل عليه مشاكل كتير قوي بس الحمد لله ربنا ستر يعني. سابق اسكندريه الكبرى 32 كيلو. المهم ان انا يعني عايز اقول لكم انا كده عملت في اول ساعه 130.
160 دي اول ساعه. تاني ساعه عملت 140. تالت ساعه بالبريك المفروض انا خدته عملت 50 جنيه. وفي نص ساعه هنا عملت 100 جنيه. هي ال 100 جنيه اللي لسه واخدها دلوقتي حالا. انا كده بالظبط اشتغلت 3 ساعات ونص. ده بالبريك، يعني من غير بريك كده صافي هيبقى 3 ساعات. ومن اليوب عندي من هنا لحد شبرا عامله حوالي 5 كيلو. طبعا الظرف اللي حصل معاه في الطريق ده كان نفسي يظهر عشان كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده. ساعات في بعض المشاكل على الطريق الناس تفتكر ان احنا بنتأفور شويه، او في ناس بيقول لك يا عم قال لك معلش، ما قال لك ما خلاص، هو انت ليه مكبر الموضوع؟ محدش بيحط في اعتباره ان انت غلطان مش غلطان، انت اللي بتشيل الليله. اللي هو انا كسائق سكوتر انا اللي بشيل الليله. انا لما عربيه تخبطني دلوقتي، هو دلوقتي لو عربيه خبطتني مين اللي بيتضرر؟ في الاول وفي الاخر انا باخد الخبطه في جسمي. ممكن يتكسر لي دراع، ممكن يتكسر لي رجل، ممكن ما اقومش منها، ممكن زي ما يكون. ولكن انا حياتي كلها اتعطلت ووقفت. ممكن اقعد شهر في البيت، ممكن اقعد شهرين مصاريف وعلاج واللي وانت ما خسرتش اي حاجه، انت بس حصل لك خربوش في العربيه. فانا غصب عني من حق اكون منفعل ومن حق اكون متعصب من اقل غلطه ممكن تحصل. ما الغلطه دي لو حصلت انا اللي بشيل ثمنها. انت بتغلط وانا بتحاسب. فلازم الناس تعذرنا، لازم الناس ما تشوفش ان احنا بنأفور او ان احنا كده سايقينها او كده اخلاقنا وحشه. انت لو جربت لحس الاسفلت هتفهم كلامي ده كويس. لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش تصلي على النبي. الحمد لله اليوم النهارده عدى على خير. طبعا اتضايقت جدا لما انا خدت البريك، كنت قفلت الكاميرا تستريح شويه، ولما جيت اشتغلت نسيت اشغلها، وكنت خدت الرحله اللي انا وريتها لكم ديت. الرحله دي حصل معايا مشكلتين فيها، كان لازم تكون متصوره عشان اقدر اشرحها لكم اكتر، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله طلعت منها سليم. فطبعا لو انتوا ليكوا اي استفسار تكتبوا لي في الكومنتات تحت. انت شفت اليوم واللحظه بلحظتها بالظبط. وما تنساش لو انت مش اشتركتش تكون مشترك، ولو ما عملتليش لايك تكون عملت لي لايك. سيبكم في رعايه الله، بحبكم في الله، يلا سلام.